السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل صينية بطاطس بالطماطم بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معنا بصل مقطعينه شرايح وبطاطس مقطعينها شرايح برضو وسط. هننزل عليها بمعلقة ملح ومعلقة فلفل اسود. اهم حاجة بقى ندعك الفلفل الاسود والملح بالبصل كده كويس، ده بيديه طعم حلو جدا. لما بتدعكي الخطوة دي يعني اساسية، تدعكي البصل بالملح والفلفل الاسود بيديله طعم حلو قوي. ننزل عليها بقى بالبطاطس، نكون مقطعينها شرايح وسط كده ولا تخينة أوي ولا رقيقة. شايفين سمك الشريحة عاملة ازاي؟ ننزل عليها برضو بمعلقة ملح ومعلقة فلفل اسود ونقلبها فيها برضو، محتاجش بهارات كتير. نقلب بقى كده كويس. مش لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تعليقاتكم. معانا بقى هنا حوالي عصير طماطم حوالي نص كيلو. نضربه في الخلاط نكون حاطين فص توم في الخلاط واحنا بنضرب الطماطم، وننزل عليها على البطاطس. هاخد بقى شويه ميه كده، حطيت شويه ميه برضو كده زودتها او لو شوربه. ونكون سالقين اللحمه طبعا على النار. وبعد ما احنا معلقه سمنه بلدي. بعد ما تتسلق اللحمه هنغطيه شويه شويه كده، اغطيه بورق فويل. بعد ما اغطيه بالورق الفويل في نص السوا بنطلعه ونحط اللحمه اللي احنا سلقناها. طبعا اللحمه بتكون مستويه دوبك، تاخد وش بس مع البطاطس، طعمها حلو جدا. هنا نغطيه بورق فويل وندخله الفرن على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص. بيقعد حوالي ساعه ساعه ونص، وكل شويه يعني كل بعد ساعه كده تفتحي عليه وتشوفي البطاطس استوت خلاص، تكشفيها بقى وتخليها تاخد وش كده وتاخد لون، وتحطي معاها اللحمه اللي انت سلقاها. شايفين البطاطس دايبه ازاي؟ طعمها حلو جدا، جربوها. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تعليقاتكم عشان نعرف ان الفيديو عجبكم.